حضرتك بتحاول تبعد عن الإباحية وبتسعى بكل الطرق وتقعد تشوف فيديوهات على النت وتقعد تقول خلاص مش هرجع تاني، وهوب بتلاقي نفسك وقعت في الغلط ورجعت تاني شفت إباحية. ليه ده بيحصل؟ قالك الأفلام الإباحية بتوفر حاجة اسمها الترقب، وده في حد ذاته بيرفع لك هرمون الدوبامين من قبل ما تشوف الفيلم نفسه. يعني إيه؟ يعني حضرتك وانت كده بتفتح النت عشان تشوف فيلم إباحي عندك إحساس ترقب فظيع، لأن الأفلام دي كتير قوي ومتنوعة، فتقعد بقى تقول لنفسك ايه يا ترى الفيلم النهارده هيبقى ايه، يا ترى النهارده الممثلين شكلهم ايه، يا ترى النهارده الموضوع عن ايه، طب يا ترى هشوف ايه، شكلها ايه الممثله اللي هتفرج عليها النهارده. احساس الترقب والتشويق ده في حد ذاته بيفرز هرمون الدوبامين والمتعه من قبل ما تفتح الفيلم اصلا. وعلى فكره نفس الكلام في مثلا يقول لك في ناس بتعمل اعياد ميلاد لمجرد احساس الترقب وهو بيفتح الهدايا. يعني انا عامل عيد ميلاد جاي لي هدايا كتير قوي، انا مش مهم استخدم الهدايا، بس المهم احساس الترقب وانا بفتحها، يا ترى ده جاب لي ايه ودي عباره عن ايه ودي ايه. بس الاحساس ده التشويق ده، الناس اللي بتقف طابور في الملاهي علشان يحجزوا لعبه، اللعبه دقيقه اللي هو هتطلع في الجو كده تصوت دقيقه وتنزل، مش مهم، مش مهم اللعبه، بس المهم احساسي وانا واقف مستني وعمال افكر يا ترى لما اطلع فوق هشوف الدنيا من فوق، عايزه احس كده ان انا طاير فوق. احساس الترقب في حد ذاته بيفرز دوبامين ومتعه من قبل ما تفتح الفيلم ومن قبل ما تركب اللعبة ومن قبل أي حاجة. هل بقى إحساس الترقب ده والتشويق ده بتلاقيه في مراتك؟ وانت متجوز مليون ست، الأفلام ملايين لكن مراتك واحدة، كل مرة هي نفس الست، فعشان كده بتبدأ تنفر منها، لأن أنا عايز الحاجة اللي بتوفر لي تشويق وإثارة. تاني كارثة وبستغربها قوي ان انا بلاقي ناس كتير بتنصح الرجالة، يا عم انت لما تتفرج على الافلام دي خلي بالك مراتك هتقل في نظرك لان مراتك اقل من الستات اللي انت بتشوفها. طب معلش، ما هو برضه انا عايزه اقول لحضرتك ان انت لما بتشوف الافلام دي انت بتقل في نظر نفسك، والمختصين قالك ان الرجاله كتير بيجي لها ضعف الثقه في النفس من كتر مشاهده الاباحيه، لان نفس الكلام انت اقل من الرجاله اللي في الافلام الاباحيه، فبرضه ده بيأثر على ثقتك بنفسك. وتالت كارثة ان في ناس كتير بتشوف الإباحية كنوع من الهروب من الواقع المؤلم، هو مش احتياج جسدي خالص، بس مجرد ان انا زهقان، مجرد ان انا متخانق مع مديري، عليا ديون، قرفان من مراتي، يلا روح افتح فيلم يهون عليا. طب وحلنا ايه؟ ما انا رجعت تاني لنفس المشكلة. خلي بالكم المختصين بيقولوا ان الافلام دي بتحولنا لحاجة اسمها حيوانة الانسان، انا اسفة بتتحول لحيوان كل همه اكل شرب جنس. العلاقة الزوجية الحميمية اسمها ايه؟ حميمية، مشاعر انسانية، لكن الافلام والعادة والكلام ده مش انسانية خالص، دي حيوانية. بدليل ان انت بعد العلاقة الزوجية العادية احساس بالرضا والراحة، بعد العادة والافلام احساس بالقرف والخزي والعار. فخلي بالكوا هي بتفقدك الاباحية بتفقد الانسانية، فانت اختار وكل واحد يختار، عايز علاقة انسانية ولا عايز علاقة حيوانية.